مصر أرض الفراعنة الذين أسسوا أول دولة موحدة في التاريخ وحكموا البلاد كأنصاف آلهة على مدى 3000 عام. لكن بعد ذلك سقطت البلاد فريسة لسلسلة من المحتلين الأجانب. محمد علي باشا القائد العثماني العسكري كان ألباني الأصل، واعتلى عرش مصر عام 1805 للميلاد. هو من أرسى الأسس العسكرية والاقتصادية لمصر الحديثة. ازدهرت سلالته الحاكمة، لكن الترف وخطط التحديث الكبرى أغرقت البلاد بالديون. دخلت بريطانيا على خط الأزمة لإنقاذ النظام الملكي، وأعلنت مصر محمية تابعة لها. أنقذ ملوك مصر العرش، لكن نفوذهم الحقيقي انحسر حتى أصبحوا مجرد رموز لا أكثر. خلال السنوات الأخيرة من عهد الملك فاروق كان الفساد مستشريا جدا، وما كان من الهزيمة المذلة في حرب فلسطين عام 1948 إلا أن فضحت مدى انحلال النظام. في العام التالي انخرط اللواء محمد نجيب أحد أبطال الحملة المصرية في حرب فلسطين مع مجموعة من صغار ضباطه في حركة سرية داخل الجيش. هؤلاء كانوا عازمين على تخليص مصر من براثن الاستعمار البريطاني. حركة الضباط الأحرار بقيادة العقيد جمال عبد الناصر ابن 33 عاماً بشخصيته الكاريزمية اتسم برؤية حقيقية للاستقلال وللكرامة وللمساواة بين أبناء شعبه. كان المصريون فقراء، وساروا تكراراً في تظاهرات جماهيرية شعارها الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. في 25 من يناير كانون الثاني عام 1952 كثفت حركة المقاومة المحلية المعروفة باسم الفدائيين هجماتها على القوات البريطانية المتموضعة في منطقة قناة السويس. لكن في ذلك اليوم المصيري قرر قائد القوات البريطانية الجنرال إيرسكن تلقين المصريين درساً. حوصرت مديرية أمن الإسماعيلية بعدد كبير من الجنود المدججين بالسلاح، لكن رجال الشرطة رفضوا الاستسلام. وبانقضاء النهار قتل 50 شرطياً، ووصلت أنباء المجزرة إلى العاصمة. اندلعت أعمال الشغب، وسرعان ما اشتعلت القاهرة. اشتعال القاهرة أقنع الضباط الأحرار بلزوم التحرك أسرع مما كان مقرراً. وعشية 23 من تموز يوليو عام 1952 قرر الجيش التحرك، ووعد بتحرير شعبه من الظلم. رحل الملك فاروق حفيد سلالة محمد علي الألبانية التي أنشأت مصر الحديثة، وكانت تلك نهاية حقبة من تاريخ البلاد. وللمرة الأولى منذ عصر الفراعنة أصبح مستقبل مصر في يد مصريين أصليين. ثم كان الهم الفوري إجلاء البريطانيين، وأن يحظى المصريون بما طالبوا به طوال عقود: الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. وعد القادة الثوريون ببناء جمهورية ديمقراطية جديدة. عينت لجنة عسكرية مؤلفة من 19 عضواً للإشراف على المرحلة الانتقالية. مجلس قيادة الثورة بزعامة اللواء نجيب رئيساً، والعقيد عبد الناصر نائباً له، تسلم الحكم فيما كانت تصاغ مسودة دستور جديد يجسد المثل العليا للثورة، على أن يلي ذلك إجراء الانتخابات. غير أن الحكم سرعان ما أثبت أنه أكثر تعقيداً مما توقعوا. إلهي يا عرب بلاد قلبي، يا ولاد العرب بلاد
ربي